منتخب تونس بيخسر ثالث مبارياته في المونديال. مش من عادتي اعمل فيديوهين ورا بعض. تونس بيقدم نسخه في المونديال من أسوأ النسخ اللي ظهر فيها المنتخب التونسي في التاريخ. بيخسر ثلاث مباريات، بيستقبل 12 هدف، بيسجل هدفين. مش طالع اقطن في التوانسه، لكن انا لفت نظري عصام الشوالي في اذاعته للمباراه. انا من عشاق عصام الشوالي في اخر 15 سنه، يعني 20 سنه. هو من افضل الافضل بالنسبه لي في التعليق الرياضي، يعني طول ما اطراف المباراه ما لهمش علاقه بتونس. طيب، طول ما ليهم علاقه بتونس بيبقى عصام الشوالي بيتعامل معانا بعقليه اللا منطق. يعني بيفكرني بناس عندنا هنا في مصر يبقوا خسرانين كل حاجه مثلا، ويعني بيراميدز مثلا خد دوري الابطال الموسم اللي فات، مش ده اللي فات. يوم هو يكسب بيراميدز يقول لك انا بطل افريقيا. يا عم انت، يا عم كلمنا كلام نفهمه، كلمنا كلام كده ايه يعني نحترمك بيه. فالشوالي بيقول لك تونس بتقدم احلى اشواطها وبتتعادل مع هولندا في الشوط الثاني 1-1. يا كابتن، عمرها ما تحسب كده. احنا كعرب زعلانين. تونس خسران 3-1 مع الرأفة. هولندا مش لعبت في الماتش ده كوره، ده لعبت بتونس الكوره. يعني شكلنا وحش جدا في الصندوق بتاعنا، مش عارفين نطلع بالكوره. مش عارف يعني ازاي الاختيارات كانت بالمنظر السيء ده بالنسبه للافراد. لا صبري اللموشي كان نافع مع منتخب تونس، ولا هيرفي رينارد كان شافع مع منتخب تونس. تونس زي ما قلنا استقبلت 12 هدف، سجلت هدفين، فهي حصلت المجموعه، هي رقم 48 في المونديال. انا مش بقول كده عشان ازعل التوانسه، والله انا زعلان. بس يا كابتن عصام، كلمنا بمنطق. آه دوس لي على الدمل عشان ينضف وخف. ما تقعدش تطبل، لان التطبيل مش هيفيدك يا كابتن عصام. لما تواجهني بالحقيقه هعيد الترتيب من الاول، وهبني البيت من الاول، وهعيد ترتيب الفرقه والمنتخب والمنظومه ككل من الاول. لكن طول ما انت بتطبطب بتقول عملنا احلى شوط في البطوله، شوط ايه اللي عملته حلو؟ وبعدين تعالى بقى يا كابتن عصام، تقول احنا وقعنا في مجموعه صعبه جدا اسهل ما فيها السويد، ما السويد رقعاك خمسه. وقمت تعمل تاني بتقلل من نجاحات الاخرين، يعني فبتقول لو هايتي معانا كنا كسبناها، لو نيوزيلندا معانا كنا كسبناها. تكسب مين؟ اقسم بالله لو وادي دجله بتلعبك في كاس العالم هتكسبك بالمستوى ده. ودي مش شماته، انا برد عليك. ما تقللش من نجاح الاخرين يا كابتن. هايتي اللي انت بتقول عليها دي تقدر تكسبها؟ دي جايبه في المغرب جونين، انت ما تعرفش تاخد معاها كورنر. الله اكبر، الله اعظم.